بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا النهارده نشوف المشتريات بتاعتنا اللي ب 350 جنيه اللي ان شاء الله باذن الله جبنا حاجات للعيد منها، وجبنا كمان حاجات تكفينا للاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما كده تكونوا بخير. احب بس قبل ما ابتدي الفيديو احب اعرفك بنفسي، انا اختك السيده حسن، دي قناتي بتضم التدبير والتوفير والمشتريات والميزانيات اللي ان شاء الله باذن الله تساعدك على يعني الفلوس اللي احنا بنصرفها دي مش عارفين نجيبها منين بصراحة. يلا الحمد لله، ربنا يقدرنا يا رب. بصوا حبايبي، النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ انا جبت ب50 جنيه دي جناحات، كيلو جناحات. طبعا الفراخ غالية جدا، ربع البانيه بقى ب70 وبصراحة فما بقيناش نجيبها. بس انا النهارده كنت عايزه اطبخ، وحتى اللحمه بصراحه المجمده غلت، وبرده غلت يعني حتى ربع اللحمه المفرومه بقى ب65. ربنا يرحمنا يا رب. وربع اللحمه مش دي مجمده ب100 جنيه، فالاسعار غلت جدا جدا جدا. بصوا بقى يا حبايبي، وجبت كمان نص سبانخ عشان ان شاء الله باذن الله اعمل الجناحات دي، وهطبخ السبانخ وجنبها رز. طيب ده بالنسبه للحاجات اللي احنا ايه شاريناها كده اكل النهارده. بصوا هو كان حوالي اللي انا صرفته النهارده 350 جنيه. تعالوا نشوف برضو جبت ايه مع بعض. جبت السردين ده ب70 جنيه، هو صغنن بس والله اقسم بالله. بصوا جميل، هو ب70 جنيه كيلو. انا بس مش عايزه افتحه عشان ده انا ايه، بصوا عشان ده النهارده انا مش هعمله، انا هشيله. بصوا انا عايزه اوريكم لونه اهو، ب70 جنيه. هو صغنن شويه بس جميل بصراحه. انا بحب على فكره السردينه دي الجميله دي بتاعتنا البلدي. ماشي، هو في المجمد بارخص من كده، بس انا بحب السردين ده الطازه بتاعه. طيب هنا ده 70 جنيه، يبقى كده قلنا ده 50 وده 70 ودي 10. وكمان جبت الطماطم. بصوا الطماطم ب30 جنيه بس. قعدت الف في السوق عشان اجيب طبعا، لان انا عايزاها تكفيني. انا بعمل الاكل بصراحه اليومين دول بالصلصه عشان ما اضحكش عليكم، بس انا كنت عايزه للعيد يعني كل سنه وانتم طيبين. فلقيت دي ب20 جنيه، والله ربنا العالم قعدنا نلف قد ايه في السوق عشان نجيبها. بصوا دي ب20 جنيه، جبت 2 كيلو. انا جايباه، بصوا يعني هي مش حلوه قد كده، بس هنعمل ايه، جبت 2 كيلو عشان يقضوا معايا الاسبوع بتاع العيد. طبعا بصوا الرنجة ب200 جنيه وغالية جدا بصراحة، انا مش هجيبها. انا كنت جايبة نص بسارية معاكم ابو 15 جنيه اللي وريته لكم، عملته وخللته الحمد لله. وان شاء الله باذن الله ده هطلعه وهعمل جنبه حاجات كده، وبطاطس وجبنة قديمة. مش لازم ناكل رنجة ومش لازم ناكل فسيخ، مش مشكلة يعني، مش هنموت لو ما كلناش الحاجات دي خلاص. بصوا يا حبايبي، جبت كمان ايه، جبت ربع فلفل ب10 جنيه. انا كنت مورياكم ان انا لسه جايبه نص فلفل، فانا قلت ازود بس عشان طبعا الفلفل من الحاجات المهمه قوي اللي لازم تبقى موجوده معانا، واللي انا بصراحه ما بقدرش استغنى عنها، الفلفل والطماطم والخيار، لان الولاد كمان بيحبوا. وجبت كمان نص عصبان. هتقولي لي هتعملي بيه ايه نص العصبان؟ الممبار او العصبان. قلت هعمله ان شاء الله باذن الله في العيد، يعني اول يوم ممكن ناكل سردين وبطاطس والولاد كده، مش هنجيب رنجة بقى. وهنقضيها كده بالسردين البسارية اللي انا كنت مخليلاها. اليوم التاني ممكن ان انا ان شاء الله باذن الله اعمل لهم الممبار او العصبان ده اللي احنا هنعمله مع بعض، وهعمل لهم كده شويه شوربه. وان شاء الله مش لازم في العيد على فكره ناكل املاح. بصوا انا وارمه ازاي، صوابعي وارمه من كتر قله الميه. في رمضان بيحصل لي احتباس، والله احتباس الميه ده يعني هنعمل ايه، بس عشان ما بقتش اشرب ميه كتير. خلي بالكم يا جماعه لازم تشربوا ميه كتير في رمضان. جبت ايه كمان، جبت 2 كيلو بطاطس ب20 جنيه، الكيلو ب10 جنيه. البطاطس من الحاجات اللي لازم تبقى موجودة في البيت. بصي ان شاء الله هتجيبي طبق جبنة قريش كده وشوية فول، وهتحمري جنبهم بطاطس، وهيبقى زي الفل ان شاء الله بإذن الله. جبت ايه تاني، تعالوا اوريكم كده مع بعض اهو. بصوا جبت بن وصلصه، بس دي مش بره ال 350 جنيه عشان اطبخ. اللي جبت كمان لقيت البصل ب5 جنيه كيلو، فجبت 2 كيلو. انا عندي بصل بس انا بحب ازود بصل معايا يعني.
دول كده ب10 جنيه اهو برضو حلو يعني الكيلو ب5 جنيه. جبت بقى ايه هقول لكم جبت ايه تاني. جبت نعناع ده ب3 جنيه، وجبت كمان خضرة محشي. طبعا جبت ب2 جنيه الكزبرة بتاع، وجبت ب5 جنيه خضرة محشي عشان خاطر ايه اغسلها كده واخليها ان شاء الله باذن الله للعصبان ان شاء الله نعمله في العيد باذن الله. وجبت كمان كيلو من الجزر لقيته بصوا في سوق والله كان بيبيعوا الكيلو ب40 جنيه، فانا لقيت ده ب10 حلو. انا بحب الجزر جدا يبقى موجود في البيت عشان السلطه. بصوا الجزر والبنجر والخيار والطماطم والفلفل ده اساس طبق السلطه بتاعنا. فده لقيته الكيلو ب10 جنيه، هو على قده كده بس الحمد لله حلو. خلاص جبت كيلو برضو، وجبت كمان كيلو خيار ب15 جنيه لقيته يعني اهو برضو بقى كويس، وانا برضو كنت جايبه فعندي برضو هينفعنا ان شاء الله باذن الله. هحطه برضو في التلاجة. ودي كده المشتريات وجبت كيلو موز كنت هنسى الموز. جبت كيلو موز. طبعا احنا بعد الفطار عملنا الكحك والحمد لله، فعندنا حلويات كتير، بس انا جبت كيلو النهارده عشان خاطر البنانيت ممكن اعمله لهم مع اللبن كعصير، وممكن كمان ان شاء الله باذن الله ياكلوا كده كل واحد واحده وخلاص. يعني حاجه حلوه كده عشان خاطر ايه. انا نسيت اوريكم الكحك والله، بس هعمل لكم حلقه للكحك اللي انا عملته. معلش انا متاخره معاكم في حاجات كتير. يبقى كده الميزانيه بتاعتنا 350 جنيه. تعالوا اوريكم بقى الحاجات اللي احنا جبناها كلها اهي. العصبان والحاجات بتاعتنا اهي كلها كده ب350 جنيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال دايما، وكل سنه وانتم طيبين.